هل في فحوصات معينه المفروض تتعمل قبل القسطره؟ يعني هل رسم القلب العادي ورسم القلب بالمجهود والايكو ممكن يبينوا حاجات، او الاشعه المقطعيه بالصبغه على الشرايين التاجيه، هل الحاجات دي ممكن تبين على اساس ان هي حاجه ما فيش فيها تدخل زي القسطره؟ سؤال كويس قوي. يبقى حضرتك بتتكلم نعمل فحوصات غير نافذه الاول، وبعد كده غير نافذه، نون انفيزيف، اللي هو انا ما دخلتش حاجه جوه جسمه، ما عرضتوش لحاجه فيها خطوره عاليه. بالظبط. رسم القلب هيشخص لي يا حاجه حصلت قديمه يا وضع سيء قوي، غير كده لا. الا لو اتعمل ساعه الالم، ساعه الالم اللي في الصدر. بالزبط. غير كده مش نقدرش نعتمد عليه قوي. طيب رسم القلب بالمجهود؟ بالظبط. نفترض مريض جه قال لي انا لما بطلع دور سلم بيحصل لي الم، اقف ارتاح يروح، طب ما انا احطه على الجهاز التريدميل. يبقى رسم القلب بالمجهود هنا انت حضرتك هتحطي حمل على القلب، فتقدري تظهري العرض وتقيمي هل فعلا ده سببه القلب ولا لا. بالظبط. وخصوصا لو جاي لي هو مقترن بمجهود، طب انا هحطك على مجهود واعمل لك رسم قلب في وقتها. خلاص. لو حضرتك جريت على الجهاز 10 دقايق ووصلت لضربات القلب اللي انا عايزها وما طلعش اي حاجه، خلاص يبقى كده حضرتك احنا ان شاء الله باذن الله ممكن نطمن بنسبه مش قليله. اللي هي الموجات فوق الصوتيه على القلب. الموجات برضو نفس فكره الرسم القلب. لو حاجه حصلت كانت قديمه هعرف اشوفها. لو في شرايين كتير مقفوله ممكن الاقي تغيرات في الاكو. طب لو ما لقيتش حاجه خالص لا ينفي، للاسف لا ينفي.